اتخانقتوا ومش عارفين تحلوا اللي حصل ما بينكم، يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها. والفكره دي اصلا في الاساس عظيمه جدا، ان يبقى في طرفين عاقلين من العيلتين يدخلوا يصلحوا بين الزوجين ويحلوا المشاكل دي. بس المشكله ان الحكم ساعات بيدخل شايل مشاعره ومخاوفه الخاصه، او عايز يحافظ على سمعه طرف او يثبت ان ابنه او بنته مش غلطان. وهنا بيتحول الاصلاح لمعركه اثبات مين فينا الصح ومين فينا الغلط. الحكم الصح لازم يبقى محايد، يعني ما يحكمش بعواطفه او بانحيازاته، ويكون واعي يفهم طبيعه الاختلاف مش بس تفاصيله من بره كده، ويكون رحيم، يعني هدفه ان العلاقه تستمر بشكل صحي مش مجرد نهدي الامور وخلاص. ويكون كمان عادل، يدي كل طرف مساحته يتكلم ويسمع من غير ما يقطع كلامه او يقلل منه. في العلاقات عموما وجود حكم او وسيط محايد مش رفاهيه، اوقات بنبقى محتاجين عين من بره العلاقه تشوف اللي احنا مش قادرين نشوفه بسبب غضبنا او وجعنا. لكن الخطر الحقيقي بيظهر لما الوسيط نفسه يبقى عنده أجندة أو تحيز، ساعتها بدل ما بيكون عامل سلام بيبقى عامل انقسام. عشان كده في العلاقات الناجحة الطرفين لازم يتفقوا إن أي شخص يدخل وسيط يبقى مش هدفه إنه يزود الموضوع أكتر، ولكن هدفه حماية العلاقة دي ككيان على بعضه، لأن العلاقة أحيانا بتكون أهم من مين فينا يكسب الخناقة.